انتم معنا في هذا البث المباشر هنا بحي مبروكة بمنطقة كيليز. كي تشوفوا حل المستنفر الأمني تواجد الشرطة العلمية والتقنية بالإضافة إلى عناصر الأمنية بالدائرة الأمنية 16 إثر ورود خبر وجود عائلة جثة هامدة داخل منزل هنا بهذا الحي. هذه العائلة تقطن بالطبق الثاني تقريبا. الطفل فهو في السنة الثانية من العمر بالإضافة إلى والدته. الأسباب وأيضا حتى الدوافع لا زالت مجهولة. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. كيقولوا المصائب لا تأتي فرادى، وهادشي اللي عاشوا مدينة مراكش هاد السيمانة كيبكي الحجر. مازال الجرح ديال الحي سيدي يوسف بن علي ما براش، مازال الدموع ما نشفاتش على الجريمة البشعة اللي وقعت تما قبل أيام، حتى كتمثل المدينة الحمراء عاوتاني، وبالضبط في عشية يوم الجمعة 12 ديسمبر اليوم على وقع فاجعة أخرى، وهذه المرة في قلب حي مبروكة بمقاطعة كيليز. سيناريو كيتعاود بطريقة مرعبة. أسرة كاملة مشات في ظرف دقيقة، أب أم وطفل صغير بريء. الزمان كيف قلت عشية يوم الجمعة 12 ديسمبر. المكان إقامة سكنية في حي مبروكة التابع لمقاطعة كيليز بمراكش. الهدوء اللي كان كيسود المنطقة تكسر فجأة بصوت الفاجعة حسب معلومات اللي نقلها موقع كيش 24 وشهود عيان من عين المكان. بطل هذه القصة المأساوية هو رب أسرة اللي في لحظة غياب تام للعقل أو ربما تحت ضغط نفسي رهيب قرر ينهي حياة أغلى الناس لديه. الجاني وحسب المعطيات الأولية أقدم على قتل الزوجة ديالو، وما اكتفاش بهذا الشيء بل دار واحد حاجة أبشع، مشى قتل حتى الدري الصغير. فلدت الكبد ديالو لي الله كمل عامين، ما رحموش من هذا المصير المجهول وقتلو حتى هو. من بعد ما ارتكب هذه الجريمة المزدوجة في حق عائلته الصغيرة قرر ينهي حياته بيده ورمى راسه من البالكون صوب الحديقة الداخلية للإقامة السكنية في مشهد مخيف ومؤسف. ولكن واش هادشي وقع هكاك فجأة وليد اللحظة ما كاين حتى شي سبب؟ المعطيات اللي كيتم تداولها بين الجيران والمقربين كتكشف تفاصيل خطيرة. كيقولوا باللي الجاني كان كيعاني من مشاكل وخلافات زوجية حادة، والأخطر من هذا الشيء هو أنه كان اتصل بنسيبته والأم الزوجة ديالو نهار قبل الجريمة يعني البارح الخميس، وهددها بشكل صريح أنه غادي يصفيها لعائلته كاملة. يعني النية كانت مبيتة والتهديد كان سابق الفعل. وهذا الشيء كيطرح بزاف ديال التساؤلات. واش كان ممكن تفاداو هذه الكارثة لو تخاد هذا التهديد بجدية؟ هاد الهضره دابا اللي دايره هذه هضره اوليه على حساب منشر هذا الموقع كيش 24. لحد الساعه باقي ما كاينش الاسباب ولا شي بلاغ باش نعرفوا الحقيقه بالضبط. فمباشره بعد وقوع هذا الحادث استنفرت السلطات المحليه والامنيه بمراكش جميع الاجهزه ديالها تطوقات الاقامه بالكامل بحضور الشرطه القضائيه والشرطه العلميه والتقنيه. ولان باب الشقه كان مسدود اضطرت عناصر الوقاية المدنية والسلطات باش يقتحموا المنزل بأمر من النيابة العامة. وتما كانت الصدمة قوية من اللي لقاو جثة الأم والابن الصغير في الدم مدرجين في الدماء ديالهم. أما الأب الجاني فتم نقله وهو في حالة حرجة جدا في سيارة الإسعاف لمستعجلات المستشفى، لكنه فارق الحياة قبل ما يوصل. وهكذا كتكون سدات الصفحة على أسرة كاملة مشات ضحية لحظة غضب. هاد الواقعة إخواني ماشي معزولة. ملي كنربطوها بالجريمة اللي وقعت بسيدي يوسف بن علي قبل أيام كنلقاو راسنا قدام دائرة كتخوف. ضغوطات نفسية، مشاكل اجتماعية وخلافات زوجية ولات كتوصل لواحد النفق مسدود اللي نهايته دموية. إلا ما كانش الوازع الديني ولا الوازع الأخلاقي ولا ما كان هادشي كامل تجمع، على كانت شي بليه ولا كانت شي حاجة، فالإنسان سبحان الله كيفقد السيطرة على راسه ويقدر يدير
جرائم مأساوية. راه حنا في واحد الزمان اللي كان قال عليه الرسول عليه الصلاة والسلام غيكثر فيه الهرج والمرج والقتل، لا حول ولا قوة، ويولي القتل على أتفه الأسباب. اليوم حنا كنشوفوا صور الشرطة وسيارة الإسعاف في حي راقي بحال كيليز، وقبلها في حي الشعبي. يعني العنف والجريمة ما كيفرقوش بين الأحياء ولا المستويات الاجتماعية. الطفل اللي عمره عامين شنو ذنبه؟ هاد الزوجة اللي في عيش شبابها، واش هاد الشيء هو لحل الخلافات على أن الواحد يقوم بجريمة قتل؟ خصنا صراحة نتوقفوا مع راسنا. في الأخير صراحة ما بقاتش كلمات كتعبر قدام هاد الصور وهاد الأخبار، وما نقدروا نقولوا غير إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحم الزوجة والابن ويغفر لهم، الله يتجاوز على الجاني، والله يصبر عائلاتهم اللي دابا كيعيشوا صدمة مضاعفة، صدمة الفقدان وصدمة الطريقة باش مشاو. كنتمناو تكون هذه آخر الأحزان في مدينة مراكش وفي بلادنا كاملة. ما تنساوش أنكم تشاركونا في التعليقات بآرائكم. اش كتظنوا أن الضغوط النفسية السبب الرئيسي في الجرائم متتالية، ولكن أسباب أخرى حنا ما عارفيناش، لأن حنا دابا باقيين يلاه في بداية الجريمة، باقي ما عرفنا التحقيقات علاش هاد الشيء وشنو السبب بالضبط، وكيفاش نحميو وليداتنا من هاد العنف الأسري. كيبقى السؤال مطروح، تا عندك خلاف مع الزوجة لاش تقتل دري صغير، اش دارت لك دري صغير؟ وخالنا القتل مرفوض لا للزوجة لا أي واحد، وفي الآخر كمل وجمل لاح راسو صفار راسو حتى هو. اش درتي؟ نسأل الله حسن الخاتمة وصافي، لا حول ولا قوة إلا بالله. شوفي من ظهير متنساش تشترك في القناة ديالنا وتفعل زر الجرس باش توصل بجديد فيديوهاتنا، وشكرا لك.